السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسية طيبة للجميع. الصورة والصوت من فضلكم زملائي. ننتظر التحاق الزملاء. تعليقاتكم زملائي، الصورة والصوت إذا واضحين بينوا لنا. مرحبا بالملتحقين. تام ترانسلاتور زميلنا فنوش أرطفونيس فنوش أنيس، مرحبا بك. زميلتنا المرأة الحديدية عصيد صالحة، مرحبا بك زميلتي. نواصرية عباس، شرفتنا الدفعة، شرفتنا. ملائكة أصينات، نور الدين مسعي، شرفتنا بحضورك. شكرا لتلبية الدعوة. دائما مع سلسلة المتلازمات، في كل مرة ننطلق إلى متلازمة نادرة من خلال هذه المحاضرات التوعوية، في نفس الوقت من أجل نشر العلم، لأن الكثير من الناس ما يعرفوش المتلازمات، والمتلازمات هذه راهي تعرف انتشار رهيب مؤخرا. يجب التنبيه إلى هذا الأمر، لأنه أكيد عندها أمور داخلة هي اللي تسبب هذه المشاكل، ولازم الناس تعرف، لأنه قادر نتجنبوها حتى قبل الزواج وقبل الحمل وكل شيء. كاين أمور نقدروا نتجنبوها. شرفتينا زميلتي سعاد بوترعة بنترعة، أخصائية نفسانية، شرفتينا بحضورك. شرفنا بحضورك كذلك نور الدين مسعي، تحياتنا. ننتظروا شوية ونبداو. زملاء التعليقات فقط، مانيش نشوف. اكتبوا لي في التعليق إذا الصورة والصوت واضحين.
متلازمة أرسكوج. متشرفين بزميلنا خليل دادي، متشرفين بزميلنا سمير سعيدية. من فضلكم زملائي بارطاجيو هذا اللايف لكي تعم الفائدة، بارطاجيو مع زملائكم مع المجموعات، لأن هذا الموضوع ما يهمش إلا الأخصائيين. هذا الموضوع يهم الأخصائيين النفسانيين أورتوفونيين، يهم الأطباء، يهم حتى الأشخاص العاديين. الأمر مهم بالنسبة لكامل الشرائح. من المهم جدا نعرف الأمور كما هذه، من المهم نعرف الأمور كما هذه ونثقفوا في هذا المجال، لأننا كلنا يعني نكون أسر، ويجب الحذر من هذه الأمور، لأنها تعرف انتشار رهيب جدا. هذه المتلازمات الأمراض النادرة مؤخرا راهي تعرف انتشار رهيب، أكيد عندها أسباب كثيرة. مرحبا بك زميلتي دنيا دوبسي. نبداو باش منطولوش على الزملاء. تحياتنا زميلي وأخي الكريم العموري نبيل، شرفنا بحضورك. مرحبا بك زميلي سمير قسمي، تحية عطرة للجميع. المتلازمات أكيد عندها علاقة بالجينات، أكيد عندها علاقة بعدة أعراض متفرقة في الجسم، عندها علاقة اضطرابات مصاحبة أو أمراض مصاحبة، عندها علاقة بتشوهات خلقية. هذه المتلازمات. كروموزوم إكس، لما يكون هناك خلل في الكروموزوم إكس تحدث عدة أمور عندها علاقة بالجنس، بما أن الكروموزوم إكس لديه علاقة بالجنس. إذا أي خلل في الكروموزوم إكس عنده علاقة بالجنس، وراح يعطي لي أعراض كثيرة، يعطي لي متلازمات مختلفة التي لها علاقة بإصابة هذا الكروموزوم سواء كروموزوم في حد ذاته أو في الجينات التي يحملها هذا الكروموزوم. وهذا هو موضوع اليوم، هو موضوع متلازمة أرسكوج. متلازمة أرسكوج هي متلازمة عندها علاقة بالكروموزوم إكس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مقدم هذه السلسلة، سلسلة المتلازمات، معكم الأخصائي الأورتوفوني مسكين فاتح، ماستر علم الأعصاب اللغوي العيادي، صاحب النادي النفسي الأورتوفوني التربوي المتميزون بحي الهضاب على مستوى ولاية سطيف، مدرب دولي معتمد من مركز هيل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكويت، وبطبيعة الحال مقدم دورات ومواضيع ومحاضرات سواء مدفوعة أو مجانية على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بالزملاء الكرام
مرحبا بالزميلات الفضليات على حرصكم على متابعة هذه السلسلة الشيقة. إذن في رحلة اليوم سوف نتوقف عند متلازمة أرسكوج. يا ترى ما هي هذه المتلازمة؟ هذا الشيء اللي لازم نعرفوه. نشوف الصورة قبل. هذه صورة الأطفال اللي يحملوا هذه المتلازمة. بعد نزيد نشوف صور أخرى. بطبيعة الحال هي اضطراب وراثي نادر. اضطراب وراثي نادر مثله مثل الكثير من المتلازمات، رغم أنه كاين متلازمات لا تعتبر بالنادرة، مثل متلازمة مثلا متلازمة داون. متلازمة داون قادر نقول من كل 750 طفل نلقاو طفل عنده متلازمة داون. إذن هي تعرف انتشار كبير هذه المتلازمة. أما المتلازمات اللي ركزنا عليها احنا بشكل كبير هي المتلازمات العقلية أو المتلازمات الفكرية، وركزنا بالتحديد على المتلازمات اللي فيها عدة اضطرابات واللي فيها تشوهات كبيرة، واللي يشتغل معها الأخصائي الأورطوفوني والأخصائي النفساني والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وأخصائي التغذية له من أجل أن تعم الفائدة. لأنه كما قلنا ودائما نكررها في الإحصائيات تاع المتلازمات هناك ما يفوق 1600 متلازمة. مستحيل أننا نتناول كل هذه المتلازمات. داكور. كاين متلازمات اللي عندها علاقة بخلل على مستوى الكروموسومات، كاين متلازمات اللي عندها علاقة بخلل على مستوى الجينات، كاين متلازمات عصبية اللي نلقاو فيها تشوهات على مستوى الجهاز العصبي، وأكيد كاين متلازمات يلقاو فيها تشوهات متفرقة. مثل هذه المتلازمة دوك نشوفو كاين أعراض متفرقة في الجسم، وهذا هو السبب اللي خليني نختار أنا هذه النوع من المتلازمات اللي فيه أعراض متفرقة في الجسم، وفيه تشوهات خلقية، وفيه أعراض واضطرابات مصاحبة. هذا هو الشيء اللي يخليني نفضل نخير هذا النوع من المتلازمات. داكور. هذا الاضطراب الوراثي، هذه المتلازمة هذه تأثر بشكل كبير على الهيكل العظمي والأعضاء التناسلية. وعلاش الأعضاء التناسلية؟ لأنها عندها علاقة بالكروموسوم إكس. الكروموسوم إكس عنده علاقة بالجنس، مثل الإناث إكس إكس والذكر إكس إكراك. داكور. وتأثر لي بطبيعة الحال على العضلات والمظهر العام للطفل. المظهر العام للطفل يتأثر. ولما نجيو نحكيو على أهم الأعراض، شو عندي الأصابع تاع اليدين، وعندي الأصابع تاع الأرجل، وعندي الوجه. والوجه هي الأجزاء الرئيسية التي تتأثر كثيرا. هذو يتأثر بشكل كبير. وشكون يتأثر بهذه المتلازمة بشكل كبير جدا؟ الضحايا الأساسيين شكون هما؟ هما الأطفال الذكور. هما اللي أكثر عرضة لهذه المتلازمة. داكور. لأنه عدد قليل من الفتيات اللواتي يصبن بهذه المتلازمة. داكور. من المعروف كذلك مثل متلازمة باتو أنها تصيب تمنع النمو الطبيعي للطفل، والتي قد لا يتم تحديدها حتى سن الثالثة. يعني المتلازمة هذه
قادر ما نحددهاش وما نشخصهاش وما نفيقلهاش حتى 3 سنين. لا، لأنه يبدا يبان النمو. الطفل ما يكبرش 3 سنين باين. 3 سنين وكأنه الطفل عنده 6 شهور ولا 7 شهور ولا عام. هذه باختصار متلازمة أرسكوت. نشوفوا الأسباب تاعها. دوك نجيو نشوفوا الأسباب تاعها. طفرة في الجين، هنا تسمى لك الجين، هنا تسمى ما عنديش مشكل في الكروموزوم. مثلا كي نحكيو على متلازمة داون واش يقول لك؟ تي 21 ازدواج كروموزوم 21. لا هذا الكروموزوم عادي. وشني الجين اللي في الكروموزوم اكس هو اللي في خلل. وهنا حدد لي الجين. هنا واش قال لك؟ الاف جي دي 1 اف جي دي 1 هذا هو الجين، والمعروف باسم خلل التنسج الوجهي. علاه؟ لأن العرض الأساسي، واش درنا؟ العرض الأساسي هو في الوجه، في أصابع اليدين، أصابع القدمين. خلل التنسج الوجهي يعني الوجه باين، حتى لو كان تشوفوهم خاصة في وسط الوجه، في الوسط تاع الوجه هنا يبان بلي هناك خلل. إذا الجين هذا هو السبب تاع هذه المتلازمة. هذا الجين وين يقع باش نحدو؟ هذا الجين وين يقع؟ يقع في بنية الذراع، في موضع هنا واش حاط لك؟ اكس بي. هذيك النهار واش هدرنا؟ اكس بي 11.21. حنا واش قلنا؟ البي شنو هو؟ المرة اللي فاتت اللي هدرنا عليها، هدرنا باللي البي عادي. دوك نعاد لكم برك باش تكون واضحة الأمور، تكون واضحة الأمور. صح أبيبريا. هنا ما ندنقوش الكتابات. شوفوا هنا البي شني هو؟ الذراع القصير. شتو الكروموزوم واش فيه؟ فيه ذراع قصير، فيه ذراع طويل. البي كي نلقاو بي ديما وشني؟ الذراع القصير نسموها بي، والكا هذه هي الذراع الطويل. فهمنا؟ والاخر والجين، الجينات وين راهي في النص تاع الكروموزوم. فهمنا؟ في وسط الكروموزوم. وهنا الجين راه حدد لي الجين. هو الجين واش قال لك؟ الاف جي دي 1 هذا هو الجين اللي فيه بروبليم. وفي النقطة، وعليكم السلام زميلتي، وهنا كي نحدو في الذراع هذا قصير، لأنه الكروموزوم واش فيه؟ الكروموزوم واش يشبه؟ راك تشوفوا في هذه، هذا هو الكروموزوم. ها مثلا نعطيكم مثال. مثلا نقولوا هذا الذراع من الفوق هذا قصير، اللي من تحت طويل. هذا الذراع من الفوق ذراع قصير، هذا من تحت ذراع طويل. حنا قادر نميلو هكذا باش يبان لك شويه. هذا ذراع قصير، هذا ذراع طويل. الذراع القصير هو اللي نرمزولو بالبي، هكذا. الذراع القصير نرمزولو بالبي، والذراع الطويل نرمزولو بالكا. والجين وين نلقاوه؟ الجين نلقاوه داخل هذا، نلقاوه من الداخل. الجين هنا حدد لي الجين هو اف جي دي 1. هذا هو الجين المسؤول على هذه المتلازمة تاع أرسكوت، هو المسؤول عليها. وهنا لو كان نجيو نقسمو، نشوفو لي بوان هذو. هنا هذه لو كان نجيو نشوفو كاين هكذا لي بوان، مثلا 11 هنا 11 12 13. فهمنا؟ هنا حدد لك في النقطة وشني 11.21، حددها لي في الكروموزوم اكس. وبالتالي فهو يعتبر اضطرابا وراثيا مرتبطا بكروموزوم اكس. هذا الكروموزوم اكس واش قلنا؟ خاص بالجنس. هنا نجي نشوفوا طريقة المعرض الجيني ولا العرض الجيني. عادة
من بين احنا واش عندنا من بين 23 زوج 23 وش ولات 46 من بين 23 زوج من الكروموزومات التي يمتلكها الإنسان. الزوج الأخير هو وش يسميه أنسولمي. الزوج الآخر هو عنده علاقة بالجنس، فهمت؟ هو اللي يحدد لي النوع ذكر ولا أنثى، مما يعني أن هذا الكروموزوم يحدد جنس الطفل، هو اللي يحدد لي جنس الطفل. ذرية ذكور لها كروموزوم إكس واحد، وش فيها؟ فيها إكس وفيها كروموزوم إكراك، بينما يوجد كروموزوم إكس الإناث. الإناث وش عندهم؟ إكس إناث، والذكور وش عندهم؟ إكس إكراك. هذه متعارف عليها. هذا الاضطراب الجيني الخاص هو المتنحي المرتبط بالإكس، مرتبط بالكروموزوم إكس. ومن ثم في حالة الذكور التي لديها كروموزوم إكس واحد فقط، عندهم كروموزوم إكس واحد فقط، إذا حدثت طفرة فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تطور المرض. هنا قادر يؤدي إلى تطور المرض. هذا قادر يدير مضاعفات للمرض هذا. في الإناث اللواتي لديهن كروموزومان، بيش عندهم زوج أكيد، عندهم دو كروموزوم إكس، إذا تم تغيير أليل واحد فإنه لا يظهر أي آثار كبيرة، حيث يعوض الأليل على الكروموزوم إكس الآخر ويصبحون حاملين للمتلازمة. هؤلاء الأشخاص لا يظهرون أبدا أي علامة المرض. هنا الأنثى وش تولي إذا تم تغيير أليل واحد؟ أليل واحد شنو هي؟ صفات، نقدروا نقول هي صفات صبغية في الكروموزوم إكس. بصح هنا الطفلة لا قال لك هذه عندها علاقة بالذكور أكثر من الإناث. هنا الطفلة وش تولي حاملة، هما حاملين، فهمتوا؟ حاملين لهذا الخلل فقط، حاملين بصح ما عندهم حتى أعراض، قادر هذه اللي حاملة هذا الكروموزوم من بعد كي تولي أم وتنجب، قادر من بعد يظهر المشكل، عند مثلا الأطفال تاعها ذكور، قادر يظهر البروبليم. وعليكم السلام، مرحبا بالجميع، شكرا للجميع ومرحبا بكم، كل باسمه وكل بمقامه. قادر ننسى بعض الزملاء. إذن نجي نشوفوا مع بعضنا وشنو هي طريقة التحول الجيني، كيفاش يصرى تحول جيني. أكيد كاين حالات، عندي حالات للتحول الجيني. الحالة الأولى الإرث من أم حامل وأب عادي. كما قلنا الأنثى هذيك اللي قلت لكم كي تتزوج من بعدها يدير المشكل صح. واش قلنا؟ الأم حاملة لهذا الخلل هذا الجيني، حاملة بس ما عندها حتى أعراض، حاملة فقط. شفتوا كما نقولوا واحد اللي حامل الفيروس، مش مريض بس حامل الفيروس. فهمنا؟ كاين مثلا كما جات الكورونا، مثلا اللي يخدموا في السيرفيس تاع الكورونا، واش تلقاه يخدم معاهم منطقيا حامل الفيروس، ديما معاهم عنده مناعة حامل الفيروس. بس وشنو هنا؟ هو نفرض ممرش بس ينقل العدوى، بس ما لقينا ممرش، ما عنده حتى أعراض. لا، لأنه عنده ممكن مناعة، ممكن تفهم، ممكن الجانب النفسي يلعب دور. أنا نحكيو على الفيروس، ما نحكيوش على كيما نقولها متلازمة. تقريبا نفس الشيء. هنا واش قال لك؟ الأم هي اللي حاملة والأب عادي، الأب ما عنده حتى إشكال. هنا واش نلقاو في هذا النمط الوراثي للأم الحاملة للفيروس؟ مثل XA، حيث أن الXA هو الأليل المتغير. فهمنا؟ الأليل المتغير هو الXA. لا، عندها زوج هي، كاين إكس و XA. لا قال لك XA، اختار لك الXA هذا فيه بروبليم،
فيه بروبليم في الذراع مثلا، في ذراع معينة كاين خلل، بصح ما كاين حتى أعراض عند الأم هذه. في هذه الحالة سيكون الأب طبيعيا مع نمط إكس إيكغيك. الأب وشنو إكس إيكغيك عادي، ذكر عادي جدا ما عنده حتى إشكال. أثناء نقل السمات هنا شوف في عملية تلقيح، عملية انقسام، تلقيح البويضة، عملية الانقسام. هنا في عملية الانقسام هنا المشكل يصرى. أثناء نقل السمات إلى الجيل التالي يمكن للطفل أن يكون لديه أي من الأنماط التالية. هنا قدر الطفل يكون عنده إكس، هكذا إكس أ إكس أو إكس أ إيكغيك. هذا الطفل شوفوا هنا قادر يكون عنده تشوه، عنده إكس أ إكس. هذا الطفل للطفل قادر يكون عنده إكس أ إيكغيك، وقادر يكون أو إكس إكس أو إكس إيكغيك. هناك فرصة قداه نسبة 50% لوراثة الجين المصاب. هنا تعود الأم حاملة لهذا الخلل هذا. هنا الطفل قادر عنده 50% يصاب بهذه المتلازمة. صح. هنا واش قال لك؟ قال لك الطفلة التي لديها هذه السمة كحامل بسبب وجود أليل إكس، يعني متغير لا اسمه أليل، يعني المتغير إكس واحد متأثر فقط، كما نقولها واحد فقط متأثر. في حين أن الطفل الصغير الذي اكتسب الصفة سيتأثر بالتأكيد بالمتلازمة. طفلة مش كيف فهمتوا؟ أنثى، لأنها هي أصلا أنثى إكس. هنا الطفل واش قال لك؟ في حين أن الطفل الصغير الذي اكتسب الصفة سيتأثر بالتأكيد بالمتلازمة، وبالتالي فإن الطفل الذكر لأم مصابة أكثر عرضة للإصابة من الإناث. هو أكثر عرضة، الذكر أكثر عرضة، دكور هو الأكثر عرضة. هذه حكينا الحالة الأولى لما يكون الأم هي اللي حامل لهذا الخلل. دوك نجيو نشوفوا الحالة الثانية وهي الإرث من الأب المصاب والأم العادية. هنا العكس، هنا الأب مصاب والأم العادية. دوك نشوفوا الصورة كيف راح تكون. هنا نشوفوا النمط، هنا كيفاش راح يكون النمط الوراثي. هنا للأب النمط الوراثي للأب المصاب على أنه واش عندهم إكس أ إيكغيك. كي يقولوا هنا إكس أ شنو معناها؟ متغير. فهمنا؟ كي نقولوا إكس أ يعني الإكس هذاك هو متغير، حيث يكون إكس أ هو الجين المتحول. فهمنا؟ الجين المتحول اللي فيه خلل هو الإكس أ، هو اللي فيه خلل. هنا تكون الأم طبيعية مع نمط إكس إكس. احنا واش قلنا؟ الأنثى إكس إكس. في النقل الجيني هنا كي نجيو نحكيو على التلقيح والانقسام والأخرى، هنا يصرى المشكل. في النقل الجيني الذي يحدث في هذه الحالة فإن المثيرات المحتملة هي واش عندي؟ إكس أ إكس، يعني كاين إكس متحول، وعندنا إكس إيكغيك. هذا يدل على أن الطفل الأب المصاب والأم العادية لن يصابوا بالمتلازمة. كي يعود إكس إيكغيك يعني مش راح يصاب، داكور. في حين تظل الطفلة من هذا الزوج حاملا. هنا هذا الزوج هذا شنو الطفلة؟ البنت طفلة مش مصابة لكنها حامل لهذا الخلل، حاملا لهذا الخلل الجيني. لا واش قلنا؟ قلنا إكس أ إكس. إكس أ إكس واش معناه؟ معناه أنثى. كي تجي طفلة إكس أ، شنو إكس أ؟ إكس أ متحور، يعني متغير. إكس أ متغير والإكس الآخر عادي، يعني هنا الطفلة هي اللي حاملة لهذا الخلل. فهمنا؟ والإكس إيكغيك قالك يخرج عادي. إكس إيكغيك يعني الطفل الذكر راه يخرج عادي كي يكون الأب تاعو هو المصاب. فهمنا؟ الفرضية الثالثة أو الحالة الثالثة، الحالة الثالثة هي عندما تكون الأم حامل والأب يتأثر. صح، هناك تعود الأم حامل والأب متأثر كذلك. هنا وشنو احتمال فراه يكون؟ قد يكون النمط الوراثي للأم شنو هو؟ إكس أ إكس. واش معناها؟ عندها أخي الزوج
عندها إكس إكس، هي الإكس أ متحول يعني متغير، إكس الأول متغير والإكس الثاني عادي صح واحدة، والأب سيكون شنو إكس أ إيكغيك، يعني الأب الثاني عنده مشكل، فهمنا؟ إكس أ إكس متحول إيكغيك. هنا الميراث المحتمل هنا هو شنو؟ إكس أ إكس أ يعني في زوج، داكور، وعندي إكس أ إيكغيك، هنا الذكر يتقاس والطفلة تتقاس، و إكس أ إكس و إكس إيكغيك من بين فرصتين للطفل يمكن أن تكون إحداهما شديدة العدوى. شنو اللي شديدة العدوى؟ كي نلقاو هنا واش لقينا؟ إكس أ إيكغيك، وكي نلقاو كيما الأولى خلاص إكس أ إكس أ في زوج مقيوسين، فهمت؟ في زوج اللي جاي من عند الأب واللي جاي من عند الأم مقيوسين في زوج. يمكن أن تكون إحداهما شديدة العدوى بينما تظل الأخرى حاملا، يعني أخرى حاملة لهذا الخلل الجيني، لكن الأعراض ما كانش. وبالمثل هناك احتمال بنسبة 50% أن يتأثر الطفل بينما تكون النسبة المتبقية 50% طبيعية، يعني قادر يكون 50% يتأثر الطفل وقادر ما يتأثرش 50%. يمكن أن تختلف الحالات المذكورة أعلاه وفقا لذلك عندما تكون الأم مصابة بالمرض، وهي حالة نادرة جدا. يعني هنا كي تعود الأم أصلا عندها متلازمة أرسكوج، أصلا ما قلناش حامل، قلنا مصابة، وهذه حالات نادرة جدا، يعني هنا حالات نادرة. نجي نشوفوا أهم نقطة في هذه المحاضرة تاع اليوم هي أعراض متلازمة أرسكوج. كيفاش نعرفوها متلازمة أرسكوج؟ نجيو نشوفوا الصور قبل ومن بعد نروحو نشوفوا المتلازمة، ومن بعد نشوفوا الأعراض. نشوفوا مع بعض الصور ونعاودو نشوفوا الأعراض. هسه نكبروا الصورة ونعقبوا بشوية. صح، هاي ونشوفوا بشوية. شوف هنا الأذن هابطة، شوف العينين بعاد على بعضهم، شوف الأنف كيفاه. كاين اللي بانو كيما هادي تبان بزاف. هنا أكيد الأعراض راهي كلما كانت التشوه كما قلنا كل ما كان شديد كانت الأعراض شديدة. وكلما كانت الخلايا العصبية مقيوسة، خلايا في جسم الإنسان متفرقة مقيوسة، كل ما كان الاضطراب شديد. أنا نشوفوها. المسافة بين العينين باينة بعيدة كما راكم تشوفوا. منبت الشعر عنده علاقة كذلك. الأذن نزول الأذن، كاين اللي ميبانوش بزاف، يعني المظهر الخارجي ميبانوش مليح، يعني ليسباس اللي كاين بين العينين مش بزاف، مش مفضوح بزاف، لكن الأعراض الأخرى هي اللي تحدد، التشوهات الأخرى هي اللي تثبت. هنا كما راكم تشوفوا الحواجب، حواجب كثيفة، هنا يتبان
شوف الحواجب تاعهم غير طبيعية، الحواجب تاعهم كثيفة. شوف الأذنين، شفت الشكل تاع سوان الأذن يختلف تماما. الشكل تاع سوان الأذن. نجيو الآن نشوفو الهيكل العظمي. شو التشوه في الهيكل العظمي؟ شوفوا هنا في اليدين، شوفوا في القدمين. شوفوا التشوهات باينة. شوفوا الاسباس هذا الفيد، شوف مفاصل. هنا شفنا بالصور عندهم تشوهات كثيرة جدا. دوك نجيو نشوفوا الأعراض، دوك نفهموا مليح. أنا حبيت نعطيكم الصور قبل ما نشوفوا الأعراض. الصور مهمة كذلك. قبل ما نروحوا للأعراض، شفنا الصور، دوكا نشوفوا الأعراض بالعرض. أنا واش يقول لك؟ تظهر معظم علامات متلازمة أرسكوج من وقت الولادة. معظم العلامات تبان مع الولادة. يعاني الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة من تشوهات الوجه النموذجية. يعني واش باينة؟ تشوهات الوجه باينة واضحة. لو دوك نعاود لك الصور زميلتي مش مشكل. الصور دوك نديرو العرض، دوك نعاودهم. الصور دوك نعاودهم صح. واش قلنا؟ تشوهات الوجه النموذجية. ليه نموذجية؟ يعني واضحة وضوح الشمس. الوجه تاعهم غالبية الأطفال واضحة باللي الطفل عنده مشكل. يعني كي تشوفوا مباشرة من خلال الوجه كاينة متلازمة، احتمال وجود متلازمة. هذه نقطة، والتي يتم تشخيصها في معظم الحالات. عادة ما تظهر التغيرات في الأجزاء السفلية والوسطى والعلوية من الوجه. مثلا دوك نجيو نشوفو واش عندي. ذروة الشعر، هنا نسموها وسني، هذا يسموه ذروة شعر الأرملة، هكذا يسميوه ذروة شعر الأرملة. هو شنو؟ نمو شعر فروة الرأس في وسط الجبهة. منا يبدأ هنا وسط تاع الجبهة. منا نلقاو كيلفي هكذا وتجي تطلع هنا منا وتجي طالعة. هذه العلامة الأولى. واش عندي؟ المسافة المفرطة بين العينين. حنا عينينا عين هنا وعين هنا. هما واش تلقاو؟ كاين اسباس. العينين هنا جابدين هكذا، عينين جابدين، كاين اسباس مثلا عين هنا وعين هنا، كاين فارق بيناتهم، كاين فارق باين بيناتهم، والمعروفة باسم فرط انتفاخ العين، هكذا يسموه فرط انتفاخ العين. وعندنا العرض الثالث هو عرض الجبين الموسع. جبين موسع. هنا الشعر واش قلنا؟ في النص يهبط هكذا في النص، وعندي يطلع هكذا. عندي جبين موسع، الجبهة تاعهم واسعة. وعندنا تدلي الجفون. هنا الجفون متدلي هكذا، تدلي الجفون هذه والله الجفون متدلية. وعندهم سرة بارزة، السرة تاعهم تجي بارزة، تجي خارجة. هنا كاين انتفاخ في الفخذ أو كيس الصفن، الفتق الإرابي. حنا لهنا شنو هو الصفن؟ الصفن هو الكيس اللي يحمل الخصيتين، هذاك هو الصفن. هما واش يلقاو عندهم؟ انتفاخ في الفخذ أو كيس الصفن.
هذه اللي احنا قلنا كاين تشوهات جنسية عندها علاقة بهذه الأمور. ثامنا واش عندهم؟ تأخر النضج الجنسي. النضج الجنسي متأخر، ليه؟ لأن الكروموسوم إكس مقيوس عنده علاقة بالجنس، هو المقيوس، فهمنا؟ تاسعا تأخر نمو الأسنان، وهذه عندها علاقة بالنمو، هذه من بين المتلازمات اللي عندها علاقة بالنمو، هذو أصلا نلقاو عندهم تأخر في النمو، نلقاو عندهم تأخر في النمو. كذلك عاشرا ميلان الجفون للأسفل. هنا الجفون هذه وين تميل؟ تميل للأسفل، هابطة لتحت، الجفون تميل للأسفل، هذه كذلك علامة واضحة. 11 بروز الشعر وسط الجبهة على شكل في، كما قلنا هنا، هذا الشعر هنا يجي هكذا هكذا على شكل حرف في كما هدرناها قبيل. 12 هيكل صدري غائر بشكل بسيط. الهيكل الصدري تاعهم غائر، يعني في داخل بشكل بسيط، يكون الصدر بارز، يكون داخل بشكل بسيط. 13 مشاكل عقلية خفيفة إلى معتدلة. احنا واش قلنا؟ هذه تعتبر من بين المتلازمات الفكرية ولا المتلازمات العقلية اللي عندها علاقة بالتخلف الذهني، لكن هنا المشاكل العقلية واش قال لك؟ خفيفة إلى معتدلة، يعني متوسطة خفيفة. 14 عندها علاقة بالنمو، قصر القامة بشكل خفيف إلى معتدل، يعني متوسط إلى خفيف، بحيث لا يظهر القصر حتى يبلغ الطفل من 1 إلى 3 سنوات. وحنا علاش قلنا هذه المتلازمة في الغالب ما تبانش حتى 3 سنين؟ ليه؟ لأنه 3 سنين الطفل ما كبرش، باين بلي ما كبرش، بصح في العام ما نقدروش نفيقوا له، في العام ما نقدروش نفيقوا، يعني تشخيص ونتحيروا، بصح 3 سنين خلاص باين، 3 سنين الطفل مش يكبر باين. العرض 15 وسط الوجه متطور بصورة سيئة. الوسط تاع الوجه هنا متطور بشكل سيء باين. الأنف مش طبيعية، هذه هنا مش طبيعية، الفم غير طبيعي. 16 الوجه دائري، الوجه تاعهم يكون دائري. 17 كيس الصفن شالي عدم هبوط خصيتين. هنا كيس الصفن اللي درنا عليه، هذاك هو كيس الصفن اللي تكون فيه خصيتين، والخصيتين ما نلقاوش في مكانهم، نلقاوهم الفوق عدم هبوطهم إلى مكانهم طبيعي. وكاين حتى أطفال عاديين اللي يلقاو مثلا خصية واحدة مازالت عالقة الفوق، يولي كاين تدخل جراحي باش تنزل. 18 أصابع يدين وقدمين قصيرة، الأصابع تاع اليدين والقدمين نلقاوهم قصيرة، هذه نقطة. وهذه واش قلنا؟ هذا قلنا عرض أساسي، فهمنا؟ هذا يعتبر عرض أساسي بالإضافة لوين؟ لمن؟ بالإضافة إلى العينين، داكور؟ هذا يعتبر عرض أساسي. 20 يعني 19 واش نلقاو؟ خط واحد فقط في راحة اليد، ما نلقاوش عندهم هذو كيما حنا هذو الخطوط هكذا هذو الخطوط، هما واش نلقاو عندهم هذو الخطوط؟ نلقاو عندهم غير خط هذا برك، هذا فقط عندهم خط واحد، هكذا خط واحد، هذه كذلك علامة واضحة. هذو الخطوط تبغى تستهزئوا فيها، وقت رانا الطفل شفتوا واش عنده، حنا واش عندنا هذا وعندنا هذا. شفت انا الطفل الملامح تاع الوجه مختلفة، واش عنده خط واحد، ما عندوش هذا ما عندوش. هذا لما انتبهت بلي الأصابع قصيرة، وانتبهت بلي الطفل العيون تاعو بعيدة، الرموش تاعو غير طبيعية، الأب تاعو الأم شكت بلي بنها غير طبيعي، الأب بنت له بلي بنو طبيعي، بعد بديت نحكي معاه قلت له تكفي بالك بلي طبيعي، بديت نقلب فيه. هذه درنا قافلة طبية، هذه عندها مدة، درنا قافلة طبية، ومن بعد تسمى ولا الأب اقتنع. الطفل بنو نهضر معاه واش فاهم، ما يفهمش، تعطيه أوامر ما يفهمهاش وما يهدرش وروطار. قلت له يعني كيف انت بلي بنك نورمال؟ قلت له واش نورمال بنك؟ قلت له واش نورمال، ولازم تحوس على التشخيص. قلت له لازم
من بعد ولا سي ديرها في راسو، ديرها في راسو غدوه من ذاك ولا عيط لي من بليده راه حب باش يدير لابنو، حب يديرو تحليل جيني. ولكن للاسف تحليل جيني على بالكم باللي ما تقدرش ديرو عند الدوله. كاين في مصطفى باشا تاخذ موعد فيها شويه معارف. هو في الغالب يديروه بالصوارد 7 ملايين، كل واحد قداه يديرو 7 ملايين، الله اعلم ما كاينش اقل من 5 ملايين، 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين كل واحد وكيفاه. المهم ما على باليش يعني ما كانش عندي كونتاكت معاه، ومشى في رحلة التشخيص تاع ابنو وحس بالمسؤولية وحس بلي ابنو بالفعل صح، بالفعل متأخر صح. وعندنا 20 عندنا يدين وقدمين صغيرة واسعة مع أصابع قصيرة والأصبع الخامس منحني. الأصبع الخامس يلقاه منحني تاع القدمين، قدمين. وعندنا ثاني اليدين. الأنف صغيرة مع منخر يميل إلى الأسفل. الأنف نلقاها صغيرة والمنخر يميل إلى الأسفل، المنخر يميل إلى الأسفل مش جاي عادي هنا، هابط لتحت. الصحة يميل إلى أمام، صح. 22 الجزء الأعلى من الأذن ذو طية زائدة قليلا. هذا الجزء الأعلى من الأذن مش فيه طية زائدة، الجزء الأعلى فيه طية زائدة. 23 أخدود واسع فوق الشفة العليا. هنا الشفة العليا واش عندي؟ هذا الأخدود، هذا كامل عنها. شنو كاين اللي عنده الأخدود هذا واسع، هو عنده أخدود واسع، تلقاه واسع الأخدود كبير. حنا طبيعي كاين اللي تلقاه واسع بشكل كبير. مع أجفان متخاذلة. شنو الأجفان؟ ذابلة متدلية، أجفان متخاذلة هابطة، الأجفان تاعو هابطة هكا. الآن زميلتي أنا رايحين نوليو نشوفو الصور، ماشي مشكل، نعاودو نشوفو الصور قبل ما نروحو للتشخيص. شكون اللي ما شافتش الصور نتفضلوا مع بعض. هاهم الصور. شوف الحواجب كيف راهم، شوف المسافة بين العينين كيما هذه واضحة، هذه واضحة بشكل كبير. شتي المسافة بين عينيها بعاد. شوف الأنف، الأنف واضح، هذه الأنف واضح، هذه ثاني الأنف تاعها واضح. كاين بعض الحالات ما يبانوش مليح، كاين بعض الحالات ما يبانوش. شنو الأنف تقريبا تاعهم الأنف كامل باين، كيما هذا الأنف تاعو واضح، هذا ثاني الأنف واضح. نزيد نعقب الصور. هاي كيما قال لكم تاع الشعر، هكذا وتجي على شكل في. هنا يبان هذا محفف شعره، تجي على شكل في. هنا شكل في، فهمتوا؟ على قال لكم شكل في هنا، وشكل في. الجبهة عريضة، أي عريضة الجبهة، لكن هنا في الوسط هابط شعر. هنا يبان، هذا يبان، هذا يبان بشكل كبير. شفتوا هنا كيف هابط، يبان بشكل كبير. هنا نشوفوا الأذنين. هذا المتلازمات يديروا توسويس حتى باينة. غير ما كذا توسوسوا، أخطيكم التوسويس. هنا أعلى الأذن، هنا تشوفوها
على الأذن مختلفة، شتوها كبيرة بزاف، مختلفة على الشخص. هنا شوف الأذن وش هابطة، هذه فيما يخص الأذن. شوف الحواجب عريضة، شعرة الحاجبين. هنا اللحمة تاع الأذن هذه شفناها هنا الفوق، فوقانية، شو قد ما تختلف على الشكل الطبيعي، تختلف على الشكل الطبيعي. وهنا الهيكل العظمي كما قلنا زميلتي. شوفوا هنا، شوفوا هنا الفراغ، شوفوا الصور. نشوف الفراغات في الهيكل العظمي، شوف الفراغات في المفاصل. شفتي زميلتي الصور؟ خلاص. شفنا الأعراض، كاين أعراض كثيرة. هناك أعراض كثيرة. الآن نجيب التشخيص، تشخيص متلازمة أرسكوت. صح، يتم تشخيص هذه المتلازمة للأطفال من خلال فحص تغيرات الوجه، هذه بالإضافة إلى الميزات التناسلية والهيكلية الأخرى كما نقول الهيكل العظمي. وحشاكم في الصفن تاع الخصيتين، نلقاو الخصيتين في زوج طالعين، داكور، عندهم مشاكل في الوجه واضحة، مشاكل في الهيكل العظمي، هذه مجتمعات بين توحي بلي كاينة متلازمة، وتوحي بلي متلازمة أرسكوت، داكور. خاصة الميزات التناسلية نزيدو نأكدو عليها. قد يقوم الطبيب بإجراء فحص كامل للجسم للطفل. يلعب التاريخ الطبي للعائلة أيضا دورا حيويا في تشخيص هذا المرض. إذا كان يشتبه في إصابة الطفل بأرسكوت، فقد ينصح الطبيب بإجراء اختبار جيني لتحديد الطفرة في جين FGD1 لدى الطفل. FGD1 واش معناها؟ معناها أرسكوت، عندها علاقة بهذه المتلازمة. هذا الاختبار متاح فقط في مختبرات البحث، هذا الاختبار بالذات. راكم تشوفوا حنا واش المشكل براه. المشكل تاع تشخيص المتلازمات في بلادنا للأسف ما كاين ولا مخبر في الجزائر اللي يشخص المتلازمات هنا في الجزائر. كل التحاليل تروح لإسبان، تروح لفرنسا، تروح لأوروبا، تروح لأوروبا وتجينا بعد 15 يوم والله باش تجي الريزلت. للأسف هذا هو الواقع، وباهظة الثمن، داكور. هذا الاختبار متاح فقط في مختبرات البحث. هنا الأشعة السينية أيضا تساعد في تحديد شدة المرض. هنا كي نديرو حنا الأشعة السينية لا راديو، كي نديرو لا راديو الهيكل العظمي تبان تشوهات تاع الهيكل العظمي باينة. قادر العضلات فيما بعد تبين، لكن لا راديو تبين لي أفضل. في حالات نادرة تميل العائلات إلى ملاحظة الأحداث الوراثية لمتلازمة أرسكوت. في مثل هذه الحالات يتم إجراء فحص
بالموجات فوق الصوتية للقدمين، القدمين والوجه واليدين لتحديد المرض. لا، احنا واش قلنا؟ قلنا المرض واش عنده علاقة؟ عنده علاقة بالوجه، عنده علاقة باليدين، تشوه على مستوى الأصابع في اليدين في القدمين. هذو أعراض أساسية، أعراض أساسية نشوفهم بعينينا. دكور. لا يستخدم هذا على نطاق واسع لأن المتلازمة ليس لديها أي شدة طبية، ما كانش هذه المتلازمة. حتى التشخيص الجيني رانا شفنا شوية كومبليكي. اسكو هذه المتلازمة عندها علاج ولا لا؟ هل لديها علاج أم لا؟ صح، نجي نحكيو التدخل الطبي. هذه مثلها مثل كل المتلازمات، لا يوجد علاج، مكانش علاج. كاين تدخلات من أجل تقويم، من أجل تصحيح، هذه هي. نحكيو على الجراحة، التدخل الطبي. الجراحة مطلوبة لتصحيح بعض الحالات الشاذة، ويمكن استخدام المعالجة التقويمية لتصحيح بعض التشوهات في الوجه. الاستيتيك، هرمونات النمو التي مثلا هنا ما كانتش فعالة في قصر القامة بالنسبة لهؤلاء، يعني ما تلقاوش بلي عندها فعالية كبيرة في هذا المجال. التدخل المهاري هنا عنده علاقة بالمهارات. برامج التدخل المبكر وهي البرامج الارتقائية والتربية الخاصة وتنمية مهارات وقدرات الطفل منذ الميلاد وظهور الأعراض، يعني إما منذ الميلاد إما حتى بعد عامين 3 سنين باش تأكدوا من الأعراض باش بدينا التدخل. دكور. برنامج علاج طبيعي، واش قلنا؟ هذه الفئة تحتاج إلى علاج طبيعي وعلاج وظيفي، تحتاج إلى تنمية مهارات الحركية مع هذين التخصصين، تحتاج كذلك إلى برنامج في التكامل الحسي، وتحتاج كذلك إلى تدخل الأخصائي الأورتوفوني في مجال اللغة، في مجال اللغة. وكذلك تحتاج إلى تدخل الأخصائي النفساني. الواش الأخصائي النفساني؟ لأن الأخصائي النفساني هنا راح يعمل عملين، راح يعمل مع العائلة التي لديها هذا الطفل، وراح يعمل كذلك مع الطفل. حنا واش قلنا؟ طفل عنده تخلف ذهني خفيف حتى المتوسط، يعني الطفل قادر من بعد تكون عنده آثار نفسية بسبب هذه المشاكل، يعني قادر يحتاج إلى علاج نفسي، هذا علاج نفسي. وأكيد يحتاج إلى الأخصائي النفساني في مجالات أخرى، مثلا في صعوبة التعلم، في بعض المشاكل السلوكية، أكيد. هذا فيما يخص التدخل العلاجي، وفيما يخص متلازمة أرسكوت التي تم اختيارها لنهار اليوم. أتينا إلى نهاية هذه المحاضرة. اللي عنده أي سؤال يتفضل. من المفروض زملائي يكملنا. اللي عنده أي سؤال يتفضل. شكرا زملائي على حضوركم معنا وعلى تفاعلكم. نتمنى أنكم تبارطاجيو هذا اللايف مع زملائكم ومع المجموعات لكي تعم الفائدة. هذا الجين المسؤول أنا قلنا يقع في الذراع، واش قلنا احنا؟ البي، قلنا البي يقع في الذراع القصير من الكروموسوم إكس. كروموسوم إكس فيها جاي هاك، فيها جاي هاك، كروموسوم إكس جاي هاك. واش قلنا احنا؟ قلنا يقع في الذراع القصير، دوك نرسمو لكم ها كروموسوم إكس.
هذا هو البي، هذا الدراع بي، هذا في دراع بي. هذا الدراع القصير نلقاو المشكل هنا، الجين هذاك هنا، هذا هو الدراع القصير، هذا الدراع الطويل. هو المشكل هو هنا، راهو هنا في الدراع القصير، والجين راهو حدوا لي وين هذا الكروموسوم عنده علاقة باش بالجنس، فهمتوا؟ هذا الكروموسوم الآخر، هذا الكروموسوم 33، هذا هو الكروموسوم 33، واش عنده علاقة بالجنس، ذكر وأنثى. الأنثى شنو إكس إكس والذكر إكس إكراك. وش قلنا هذه المتلازمة تصيب الذكور بشكل كبير جدا، أما الإناث نلقاوها، لكن نلقاوها بشكل نادرا، يعني وين نلقاوها عند الإناث. وشفنا الاحتمالات تاعها، الأسباب. وعليكم السلام، تحياتنا دكتور صلاح، شرفتنا بحضورك. ما قدرناش نحبسوها سلسلة المتلازمات، رانا كل سمانة متلازمة، حتى نشوفوا الزملاء كيقولوا لي كرهنا من المتلازمات، نبدلوا خلاص. هذه هي زملائي، من فضلكم بارطاجيو اللايفات هذو هكذا في الصفحات، في المجموعات، حتى الأشخاص مجموعات العادية، لأنه الأمر هذا لازم ينشر، لأن المتلازمات هذه عندها علاقة بزواج الأقارب، عندها علاقة بالأدوية، بعض الأدوية وبعض المساحيق وبعض السلوكيات الخاطئة اللي تكون من المرأة في فترة الحمل. إذا الحذر ثم الحذر، يعني أغلبية المتلازمات عندها علاقة بالأمور هذه، لذا يرجى الحذر. شكرا زميلتي وفاء، شكرا، شرفتينا بحضورك. إذا نالت إعجابكم دوك نديروا تصويت، إذا سلسلة المتلازمات نالت رضاكم ونالت إعجابكم نكملوا فيها، لأنه مازالت متلازمات كثيرة. إذا كرهتوا منها ومليتوا منها، نحبسوها. بشرى ياسمين قال لك ما نكرهوش من المتلازمات، خلاص. إذا كرهتوا منها، لأنه عندي قرابة العامين وأنا مع المتلازمات. صلاح مانيش عارف قد درنا المتلازمة، والله مانيش شافي، المهم الله أعلم أكثر من 30 ولا 40 متلازمة اللي درنا بزاف، درنا متلازمات كثيرة. أكيد نحن ننشر كل ما هو علم ومعرفة، وبإذن الله دكتور صلاح بإذن الله راح نتناولوا الموضوع تاع استئصال الحنجرة الجزئي والكلي بإذن الله، لأنه كان مطلب قال لي ليه دكتور صلاح، راح نتناولوا استئصال الحنجرة الجزئي والكلي في محاضرة خلال هذا الأسبوع بإذن الله، إن شاء الله راح نتناولها. وأكيد نخلي لكم التصويت فيما يخص سلسلة المتلازمات، هل أنتم مع إكمال هذه السلسلة أو أنتم ضد إكمال هذه السلسلة، يعني نحبسوها ما نكملوهاش، نحبسوهم. حتى الموسم هذا دكتور صلاح، حتى لو كان الموسم هذا كل سبت نديرو، ماناش راح نخلصوها، تحيرش راك. ماناش راح نخلصوا المتلازمات، لأنه كثيرة جدا. ما فيش إشكال أنني نركز على المتلازمات اللي تفيدنا، المتلازمات الفكرية والعقلية، هذه اللي رانا نركز عليها، تفهمنا؟ مانيش نركز على متلازمات كيما المرة اللي درنا هذيك المتلازمة العصبية بطلب من زميلها، لكن ما فادتناش بشكل كبير. دي عندها علاقة بالدم، عندها علاقة بالصفائح، الكريات البيضاء والكريات الحمراء، ما فادتنا بشكل كبير، لأن عندها علاقة بمشكل على مستوى الجلد ومشكل في الدم. إن شاء الله بإذن الله راح نديروا موضوع تاع استئصال الحنجرة الجزئي واستئصال الحنجرة الكلي بإذن الله، راح نتطرقوا ليه بإذن الله خلال هذا الأسبوع بإذن الله، ما كاينش إشكال.
المهم زملائي نخليكم مع التصويت اللي مع إكمال سلسلة المتلازمات أو يقولنا نعم، واللي مع نحبسوا سلسلة المتلازمات يقولنا لا. هذه هي موعدنا بإذن الله الأسبوع القادم مع متلازمة جديدة، وخلال الأسبوع هذا بإذن الله مع محاضرة حول استئصال الحنجرة الجزئي واستئصال الحنجرة الكلي بإذن الله. ترقبونا في خلال هذه الأيام بإذن الله. شكرا زملائي الكرام على حضوركم وعلى تفاعلكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. موعدنا بإذن الله مع محاضرة استئصال الحنجرة الكلي والجزئي خلال هذا الأسبوع بإذن الله. إن شاء الله مشاكل في المشابك العصبية بإذن الله. هي كاين زميلتي، كاين كذلك المتلازمات العصبية، كاين المتلازمات العصبية بإذن الله. شكرا زملائي، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.